هلا مباشرة عبر الهاتف مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين براكس. مساء الخير. مساء الخير. سيدة مارلين، يعني مثل ما ذكرت من شوي في هزة ضربت لبنان وقعت على بعد 5 كيلومتر جنوب الهرمل وبلغت قوتها 4.2 درجات. بدي اياكي بس لو سمحتي تأكدي المعلومة أو تصححيها. نعم ست داليا. تفضلي. حصلت هزة قوتها 4.2 على مقياس ريختر وموقعها 5 كيلومتر جنوب الهرمل. هيدي الهزة منا هزة ارتدادية، هي هزة عنا بلبنان على فالق اليموني. جنوب الهرمل يعني اليموني، ما هيك؟ يعني جنوب الهرمل يعني اليموني. نعم يعني فالق اليموني، يعني على فوالقنا. هيدا منا هزة ارتدادية. اوكي. طب شو مؤشرها؟ مش هزة ارتدادية. لا، عارف انه في اخبار عم تطلع عم بتخوف الناس وعم بتحط الهلع بقلوبهم، بس انا بدي افهم من حضرتك، هل في خطر؟ الحركه منا عديده هلا بلبنان من نهار يعني صار عندنا ب 48 ساعه. انا يعني ما عم بقول شيء جديد، اذا بتفوتوا على الكويت اللي هي الابلكيشن تبعت المركز بتلاقوا انه بها 48 ساعه صرنا مسجلين 9 هزات بلبنان، 9 وما دخلهم بالهزات الارتداديه، ضمنهم 4 شعروا فيها المواطنين. هيدي الحركه منا عاديه مثل ما نحن عاده بنسجل. هالشيء ما بيقول حتمية حدوث هزة كبيرة، ولكن ما فينا كمان نقول انه حركة عادية. هيدا كل شيء بنقدر نقوله هلا، ونحن على تواصل مع اللواء مشان هو اللي بأمرته، هو اللي بيطلع اذا في لزوم لاي قرارات او توجيهات. اوكي.